دي سندوتشات الكفتة اللي هتخلي البيت كله يشكرك عليها، لا وكمان يعملولك تعظيم سلام. هنعملها بداية كده من العيش الخطير اللي يتاكل حاف من حلاوته، لحد بقى الكفتة الخطيرة اللي مختلفة عن أي كفتة أكلتوها قبل كده. بس كالعادة قبل ما نبدأ الفيديو، لو لسه ما اشتركتوش في قناة اليوتيوب أتمنى دلوقتي تروحوا تشتركوا وتعملوا لي لايك وشير للفيديو ده. نبدأ كده الأول ونقول بسم الله. في طبق يكون واسع شوية بحط 4 أكواب من الدقيق، عليهم بحط معلقة صغيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من الملح، وبخلطهم كويس قوي مع بعض. وبعد كده بحط معلقة كبيرة من الخميرة الفوري، وكمان معلقتين كبار من الزيت. وبنحتاج بقى للعجن مية دافية زي ما تعودنا في كل الفيديوهات أو المعجنات. بنضيف السوائل حبة بحبة كده أو بشكل تدريجي لحد ما الدقيق اللي عندي ياخد كفايته من السوائل، ولاقي الدقيق اتشرب السوائل كويس وخلاص العجينة لمت كده وبقت عجينة أو قطعة واحدة. نخلي بالنا المية ما تكونش سخنة قوي علشان ما تبطلش مفعول الخميرة. بعد لما العجينة خلاص بتلم عندي كده باخدها بقى على السطح وأعجنها عجنة محترمة، أو بنخدمها كده كويس قوي علشان تديني نتيجة كويس. المهم نوصل لقوام العجينة يبقى بيمط بالشكل ده، وتبقى ناعمة من بره كده وطرية وبتلزق حاجة بسيطة قوي في الإيد. في نفس الطبق اللي عجنا فيه بندهنه بالزيت، وبنحط العجينة فيه وبندهنها هي كمان بالزيت، وبنغطي بقى على العجينة دي ونسيبها في مكان دافي تخمر. وفي الوقت ده هنحضر بقى عجينة الكفتة. عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة، بحط عليها بصلتين كده كبار مبشورين ومتصفيين من المية بتاعتهم، وبحط كمان خضرة شبت وبقدونس مفرومين، ومعلقتين كبار من البقسماط الناعم. وبحط بقى التوابل فلفل اسود بابريكا وملح. وبايدينا بقى كويس قوي بنعجن اللحمة دي شوية حلوين كده لحد ما تتشكل عندي عجينة تكون ماسكة بعضها كده وتكون فيها خيوط زي اللي هتشوفوها دلوقتي، ما تكونش مفرولة. مهم جدا نعجنها كويس قوي لحد ما توصل معانا بالقوام ده علشان نقدر نشكلها. وعلى طول في طبق واسع بنبتدي بقى ناخد قطع من اللحمة دي ونصبحها أو بنشكلها بالشكل ده كده. تقدروا تشكلوهم أصابع زي ما أنا عملت، وتقدروا كمان تكوروهم أو تعملوهم كده على شكل أقراص زي الناجتس أو زي كفتة الفراخ أو كباب الدجاج اللي أنا عملته معاكم قبل كده. بنخلص تشكيل الكمية كلها وبناخد الطبق ونحطه في الفريزر ربع ساعة بس اللحمة عندي تتشمع كويس. والعجينة هنا كانت اختمرت، بناخدها بقى ونهبطها بالشكل ده أو بنخرج منها الهواء الزيادة، وبنبتدي نقسمها كده بإيدينا لكور صغيرة متساوية، يعني حجم الكورة كان زي الليمونة الكبيرة شوية. وقبل ما نحط العجينة على السطح لازم نرش رشة دقيق كده محترمة علشان العجينة متلزقش على السطح اللي شغالين عليه، لأن العجينة دي قوامها طري قوي وبيلزق كده حاجة بسيطة في الإيد. بنخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة كده وبنغطي عليهم تاني 10 دقايق بس يرتاحوا. بعد 10 دقايق بقى ما عدوا بناخد كده أو بنرش رشة دقيق على السطح اللي شغالين عليه، وبناخد قطعة من العجين. أول قطعة كورناها خالص في الأول وبنبتدي نفردها كده فردة بسيطة بإيدينا، وبعد كده بنشتغل بالنشابة يدوب كده ضغطة واحدة بالنشابة بسيطة قوي. العجينة بتفرد معانا لأنها ما شاء الله مرتاحة كويس، فبتتفرد معايا بكل سهولة وكمان خمرانة كويس قوي. والسمك ده بيبقى مظبوط قوي مع العيش، ولا بيبقى تخين قوي ولا بيبقى رفيع قوي، بيبقى كويس في السندوتشات. بنخلص واحدة واحدة كده وبناخدهم على صاج نكون الأول رشين فيه رشة دقيق محترمة، وبنرصهم جنب بعض وبنغطي تاني بفوطة ونسيبهم بقى يخمروا من ربع لنص ساعة كمان. وفي الوقت ده على السريع كده هنعمل الكفتة على النار. عندي في طاسة على النار بسخنها كويس قوي، بحط مكعب من الزبدة، والأفضل هنا تضيفوا سمنة بدل الزبدة لأن الزبدة بتتحرق ما بتطولش على النار، وشوية زيت. بعد كده بنجيب بقى الكفتة اللي حطيناها في الفريزر تتشمع شوية، بنرصها بقى في الصينية على المادة الدهنية بالشكل ده.
بنسيبها بقى دقيقتين كده ولا حاجة على نار عالية، وأول ما بتتشمع من تحت أو بتاخد صدمة حلوة كده وتحميرة حلوة بنقلبها على الوش التاني. أهم حاجة ما نقلبش الكفتة إلا لما تاخد صدمة كده حلوة من تحت علشان ما تفكش معايا. وبعد لما بياخدوا لون كلهم واحد كده بنديهم تقلبتين 3 على النار. بعد كده بنبتدي نخرجهم نحطهم في طبق خارجي. في نفس الزيت بحط معلقة صغيرة من التوم، بشوح التوم لحد ما ياخد لون حلو وكمان أشم ريحته. بعد كده بضيف معلقة كبيرة من الصلصة بنقلبهم مع بعض، وبعد كده بنضيف معلقة كبيرة من هريسة الفلفل الأحمر. بعد كده بقى بنبتدي ننزل بالخضار، عندي بصل وطماطم فلفل أخضر وفلفل أحمر وأصفر. الفلفل الأخضر ده كان حامي شوية. بنبتدي بقى نتبل الخضار بفلفل أسود وملح، وكمان بنضيف مية البصل اللي احنا أخدناها من البصل اللي احنا بشرناه في الأول، وبنزود بقى التوابل شوية من الكزبرة وبنديهم كده تقليبة مع بعض لحد ما الخضار عندي يدبل حاجة بسيطة. وبعد كده بننزل بالكفتة وبنبتدي بقى من تحت لفوق كده نقلب الكفتة مع الخضار. مش قادرة بقى أوصفلكوا قد إيه الريحة هنا كانت رهيبة. بنسيبهم كده شوية على نار عالية ياخدوا بس من طعم بعض، وكمان السوائل اللي الزيادة تتبخر شوية، وبعد كده بنطفي علشان نسوي العيش في طاسة سخنة على نار متوسطة. باخد العيش واحطه في الطاسة يدوب كده ياخد 5 ثواني بالظبط، وبقلبه على الناحية التانية. كل 5 ثواني بالظبط بقلبه على كل ناحية لحد ما بيبتدي ينفخ عندي ويديني الشكل الحلو قوي ده. ما بياخدوش وقت معانا خالص في السوا، يدوب كده دقيقتين 3 على نار متوسطة، وبيكون العيش اتنفخ واستوى واخد اللون الحلو قوي ده. أنا في أول دور وتاني دور كنت بشغل برغيف واحد كده، بس بعد كده قلت ما بديهاش بقى، بدي أخلص. حطيت رغيفين مع بعض في الطاسة. انتوا بقى لو هتشتغلوا بطاسة أوسع شوية حطوا بالتلاتة بالأربعة زي ما انتوا حابين. وبنخلصهم كلهم بنفس الطريقة، وبس كده العيش بتاعنا هو كمان بقى جاهز. معروفة بقى من غير ما أقولكوا، أي ريحة معجنات في البيت بتملى البيت خير وبركة. وعلى رأي أجدادنا زمان لما قالوا البيت من غير دقيق حاله يضيق. شوفوا بقى ما شاء الله جمال وشكل العيش اللي بجد يفتح النفس، ولا ريحته بقى ما أقولكوش. قوموا بقى تشجعوا واملوا البيت خير وبركة واعجنوا واعملوا العيش الخطير ده. بنفتحهم بقى كلهم بالمقص كده، أو بنفتح بس الكمية اللي هنحشيها. ما شاء الله العيش ده مشبع جدا، وينفع بقى في أي حاجة. ينفع تدوا لولادكم في اللانش بوكس في المدرسة، نعمله كده على الفطار مع شوية طعمية سخنين كده، هنعمل بيه أحلى سندوتشية. بنحشي العيش بقى بالكفتة الخطيرة بتاعتنا. وشوفوا بقى ما شاء الله بنقدم السندوتشات دي مع شوية سلطة طحينة كده أو شوية سلطة خضرة، وعيشوا بقى عيش كده سخن مع شوية كفتة معمولين بطريقة رهيبة، هتاكلوا صوابعكم وراها. جربوا تعملوا العيش في البيت، وجربوا تعملوا الكفتة الخطيرة دي، وأوعدكم إن سندوتشات الكفتة دي هتبقى معتمدة عندكم خلاص. هستنى رأيكم في التعليقات على فيديو النهاردة، وهستناكم برضو تجربوهم وتبعتولي تطبيقاتكم، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة يا حلوين.